يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، متى سنتعظ ومتى سنعتبر؟ قبل أن تأتي اللحظة الأخيرة أم بعدها؟ أنا لن أحدثكم عن قصص العباد والصالحين والشهداء والمخلصين. أنا لن أحكي لكم اللحظة الأخيرة في حياة من مات وهو يقرأ القرآن، أو من مات وهو ساجد، أو من مات وهو يسبح أو يستغفر، لكنني سأقص عليكم اللحظات الأخيرة في حياة أعظم بشر وأكرم إنسان، إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك اللحظات التي كلما قرأتها وتذكرتها بكيت حزنا على فراقه صلى الله عليه وسلم، وشوقا إلى لقائه، فتختلط مشاعري فلا أدري وأنا أبكي هل أنا حزين أم مشتاق. إنها أعظم لحظة وأجمل لحظة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس نزلت عليه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيودع الدنيا، فقال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أوائل السنة 11 من الهجرة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزور شهداء أحد، فصلى عليهم ودعا لهم وقال: إني أشهد الله أني عنكم راضي. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقابر وهو في الطريق بكى وقال: وددت أني لقيت إخواني. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وفي بعض الروايات: يود الواحد منهم لو رآني بأهله وماله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله إننا لنتمنى أن نراك ولو فقدنا كل شيء. وبعد مدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أيضا أهل البقيع في مقابر البقيع، فدعا لهم واستغفر وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم بما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه. ثم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. ثم بشر أهل المقابر فقال: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع أصابه المرض وداهمه صداع رهيب، وكان يوم اثنين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط عصابة على رأسه من شدة الألم، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحسون بحرارة رأسه من فوق العصابة. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس 11 يوما. وفي الأسبوع الأخير اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فجعل يقول لزوجاته: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا له: أذنا لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا به من حجرة أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن الصحابة لأول مرة يروا النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على الأيدي، فتجمع الصحابة وقالوا: ما لرسول الله، ما لرسول الله. وبدأ الناس يتجمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسجد يمتلئ ويكتظ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم المؤمنين عائشة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا شديدا، وجعلت عائشة تمسك بيده صلى الله عليه وسلم وتمسح العرق عن جبينه صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت آلام السكرات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وجعل صوت الناس يعلو في داخل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ما هذا يا عائشة؟
قالت: يا رسول الله، الناس يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فصبوا عليه 7 قرب من الماء كي يفيق، وبعدها أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر نظرات من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس، كأنكم تخافون علي، كأنكم تخافون علي. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، إن موعدي معكم عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أوصيكم في الصلاة. أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فما أحد عرف ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع تلك المقالة بكى بكاء شديدا، وجعل نحيبه يعلو في المسجد ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بزوجاتنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله. وجعل الناس ينظرون إلى أبي بكر الصديق نظر تعجب واستغراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما منكم من أحد كان له علينا فضل إلا كافأناه به إلا أبا بكر الصديق، فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله جل وعلا. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا، من كنت أخذت له مالا أو منه حقا، فهذا ظهري فليستقد مني، هذا ظهري فليقتص مني. فجعل الصحابة يبكون، وقام رجل من بين الصحابة وقال: أنا يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال: يا فضل بن العباس، أعطه 3 دراهم. فأخذ الدراهم 3 وكان يقول: كنت أريد أن أحتفظ بشيء من